يا مساء الخير والفل على كل الناس اللي بتسمعنا، وحلقة جديدة من يوترن. هكون معاكم ندى الشربيني، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير وعيدكم سعيد. حابة اتكلم معاكم عن حاجة حلوة قوي، ومعنى حلو جه في دماغي من المعاني الحلوة اللي احنا قاصدين نتكلم فيها في يوترن، وهي انه ما تشكش ولو للحظة انه اي امنية انت تمنيتها مش هتتحقق او مش هتحصل. لانه في الحقيقة لما بتواظب على ادعيتك وطلباتك، انك طول الوقت عايز حاجة معينة كده، فانت بتواظب عليها يا رب، وعارف اللي هو بتقوم تصلي قيام الليل كده، انت بتتقرب لربنا. انت متخيل ان انت لما تواظب على قيام الليل ان انت بقى ليك صحبة تانية في السماء اصلا، غير بقى البشر والدنيا والكوكب والكون كله؟ طب انت عارف الصحبة دي اصلا هم مين؟ هم الملايكة. يعني انت لو راحت عليك نومة كده وانت مواظب انك كل يوم بتصلي قيام الليل قبل ما تنام كل يوم، واحنا هنا مش عاملين اليوترن علشان نتكلم عن الجانب الديني، انا مش خبيرة ولا متخصصة في ده، بس في حاجات بقراها بتلفت نظري، بربطها بأحداث أو بأمنيات عندي، فبحب أشاركها مع حضراتكم في حلقات يمكن تعلمنا كلنا حاجة. يعني أنا برضو بتعلم معاكم دلوقتي. فلما بتواظب على حاجة ويكون عندك انتماء لأمنيتك قوي وإنك عايز الحاجة دي تتحقق، فعلى سبيل المثال انت قلت ان انا خلاص من هنا ورايح بقى انا هصلي قيام ليل كل يوم، بقى انا هبتدي اصلح حاجات كتير فيجي يوم كده تروح عليك نومة، انت جاي تعبان من الشغل ولا حاجة او نمت ويعني كملت نوم بقى، فالملائكة في الوقت ده هتسأل ربنا عنك، فهو فين عبدك يا ربي؟ يعني فلان ابن فلان صوته ليه ما كانش طالع النهاردة لعنان السماء؟ يعني اللي هو ما بينعيش ليه النهاردة، هو فين؟ انت متخيل ان دي الصحبة بقى الصالحة اللي بجد، وان الملائكة تبقى حافظة صوتك وحافظة اسمك، وانك عبد من عباد الله، فلان ابن فلان من أمة محمد اللي بيقيم الليل كل يوم، اللي احنا مستنيين صوته، فبيتكلموا مع ربنا عنك. تخيل ان الحديث يبقى داير عنك مع ربنا جل وعلا طبعا. فدار في دماغي الموضوع ده، وبقيت بقول لنفسي انه فعلا اي حد فينا بيعمل حاجة لوجه الله انت بتكسب بيها صحبة صالحة من نوع تاني جميل جدا انت لا تتخيله. فمفيش اجمل من كده صحبة في الحياة، فبتبان بقى كل حاجة تانية صغيرة قوي الحقيقة، يعني كل حاجة تانية، اصل مفيش اجمل من كده، اصل مفيش اجمل من ان السما فعلا تبقى حافظة صوتك وعارفاك. فربطت بين المعنى ده ومعنى تاني جه في دماغي، انه كنت مرة قعدت اخد ودي في دماغي كده وتفكيري عن حاجة، وكتبتها كمان، انه ليه احنا لما بنتمنى حاجة، طبعا هحكي لكم في اخر الحلقة انا ربطت هنا ليه. ارجع تاني بقى، احنا ليه لما ساعات بنتمنى حاجات ما بتحصلش دلوقتي؟ احنا طبعا كده يعني متسرعين وعايزين كل حاجة حلوة تحصل دلوقتي، بس كنت قاعدة مع نفسي كده شوية بقول الله، طب انا نفسي الحاجة دي تحصل دلوقتي، راضية جدا طبعا ان ليها وقتها المناسب، بس ليه يعني مثلا لما الواحد يتمنى شغل في مكان معين تحصل، ويتمنى ان هو يعيش لحد ما يعجز ويكبر مع شخص معين بذاته يحصل، وما يكونش فيه اي خدعة بقى، يعني هو انا تمنيت الشخص ده طلع طيب جدا، مفيش اي فخ، مفيش مش هيختفي، مش هيحصل اي حاجة، وهيحبني زي ما انا بحبه. تخيلوا بقى المفارقة الكبيرة، هيحبني زي ما انا بحبه، وهنبني بيت وهنعجز سوا، ويبقى عندنا بيت حلو بقى، واشتغل الحاجة اللي انا بحبها، واقدر اوازن ما بين شغلي وبيتي. كنت قاعدة كده باخد ودي مع نفسي بالكلام، وحوالينا اصحابنا واهلنا والاصحاب الحلوين بقى، الصحبة الصالحة بجد، ومفيش بقى خدعة في حاجة بقى، ومفيش حد بيزعل حد، وانا ما بتخدعش في حد، وكل حاجة جميلة، وسلامة النية موجودة، ومفيش حد بيضحك في وشك وتلاقيه في ظهرك، لا مفيش الكلام ده، احنا كلنا حلوين قوي مع بعض وبنتمنى الخير لبعض، وان حواليا كل الناس اللي بحبها بس، وعندي بيت بجنينة كده وقطتي وكل حاجة، عارفين اللي هو كل حاجة وردي قوي. فقلت لنفسي كده لا، هو مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان انت في الدنيا
احنا مش في الجنة بس نقف هنا. انت تقدر تطوع الظروف. طيب ومعنى اننا نقدر نطوع الظروف يعني احنا في الدنيا بس نقدر نختار الناس بعد تجارب مؤلمة دي تحصل، بس نقدر نختار ناس كويسة. عرفنا نفرق ما بين الحلو والوحش، فلما هيجي الحلو قدامنا هنفرق في ده وهنختارهم. لو عندنا خوف معين من الفقد او خوف معين من الاختفاء او خوف معين من انه الشخص اللي انا احبه ما يحبنيش، ناخد بالاسباب وندعي. في اسباب بتتعمل لانك في الدنيا. لو انت في الجنة طبعا ربنا بينعم علينا بحاجات كتير ما تخطرش على بالنا. فكانت ماما كده دايما بتقولي حاجة، يعني اللي ما ينفعش نغيره كله ممكن نطور فيه او نطوعه لصالحنا. كانت ماما معلماني المثل ده من وانا صغيرة، والحقيقة ان الكلمة دي خلتني اوقات كتير قوي استحمل ظروف معينة ما كانتش احسن حاجة في حياتي. بقى لما ابتديت اكبر انا وادوس في الحياة بقى الاجتماعية والعملية واكبر كده ويبقى في مسؤوليات وحاجات، فابتديت احس فعلا وعدي بمواقف كتير قوي واقول لنفسي هو انا ازاي عديت المواقف دي، هو انا ازاي استحملت هنا، هو انا ازاي عدى عليا الفترة دي كلها في الابتلاء ده وقدرت اكمل. بس كنت فعلا بلاقي فعلا الكلمة اللي ماما قالتها لي في دماغي، اللي هو انا ممكن ما اقدرش اغير الظروف اللي حواليا كلها، بس اقدر اطوعها لصالحي او اقدر اغير فيها اللي اقدر عليه، والباقي ابص للجانب الايجابي فيه فهكمل لو عملت الحاجتين دول مع بعض. احنا ممكن مش اول ما هتقول يا صحاب هتلاقي الصحاب كلها جدعان معاك وكل الناس كويسين، وتلاقي الناس اول ما تحتاج اي حاجة مع نفسك انت تلاقي الناس واقفة في ظهرك. مش دايما ده بيحصل. او مش اول ما هتقول يا حب هتلاقي شريكة الحياة او انا هلاقي شريك الحياة اللي يقف في ظهري. وارد يعني يبقى حظي حلو ال 24 قيراط بتوعي كده، ووارد انه مش، لا يعني وارد اكون ما عنديش قابلية اصلا. فهي الحياة متقسمة 24 قيراط لكل واحد، بس انت قادر ان انت بقوتك انك تطوع الظروف اللي موجودة معاك، وان تعمل لنفسك زي اختيارات اوبشنز، ان انت يعني قدامك 1 2 3 صعبين عليا جدا، بس طب يعني اخف حاجة في الصعوبة ايه، او اكترهم اقدر اتحمله ايه. فيعني سهلها على نفسك، تبقى سهلة وهتبقى حلوة والدنيا هتمشي، علشان الدنيا تمشي، علشان انت مش في الجنة، وعلشان كل صبر انت بتؤجر عليه، وعلشان مش كل الظروف المحيطة بيك هتبقى مناسبة ليك انت وبس، لا في حواليك ناس محيطة بيك كتير. كل اللي عليك ان انت تاخد بالاسباب ودايما تشتغل على نفسك، بحيث انه اللي ما تقدرش تغيره يا سيدي استحمله، اللي ما تقدرش تطوره بص لنص الكوبايه المليان بجد. بلاش بقى الكلام السلبي اللي هو يعني لا بص لنص الكوبايه الفاضي، لا الحياه مش بامبي، لا الحياه ماشيه، الحياه هي كده، الحياه ملهاش لون، الحياه فيها كل حاجه، فيها كل الالوان وفيها كل المواقف وفيها كل الاشخاص وفيها كل الظروف. فبنتحط في ظروف صعبه، هو في ظروف حلوه بس انت ربنا حطك دلوقتي في حاجه صعبه، اتعلم منها بقى عشان لما تطلع منها تبقى استفدت، ما تبقاش قضيت في الوقت الصعب وقت وطلعت من غير اي درس تتعلمه. وخلي بالكم ان الحاجات الوحشه والحاجات الصعبه هي اللي بتخلينا دايما ندور على الحلو ونشوفه بعينينا ونحمد ربنا عليه لما يجيلنا. فما تزعلش من اي وقت صعب انت مريت بيه، وما تزعلش من اي فتره صعبه انت مريت بيها، ممكن دي بجد اللي تطلع منك الشخصيه الكبيره. وملكش دعوة بكلام حد خالص ولا آراء حد، خليك انت مع نفسك واثق في نفسك، انت مخرج قصة حياتك وانت المسؤول عن قصتك، والسيناريو بتاعك انت اللي بتكتبه. فيا تعمل سيناريو كويس كده يعني تبنيه لنفسك، تبص لنفسك وانت كبير في السن وخلاص عجزت وأديت رسالتك في الحياة، تقول انا فخور بنفسي وسبت لأولادي من بعدي وأحفادي حاجة حلوة كده يتعلموا منها ويبنوا عليها، لأن احنا كلنا بنيان للي بعدينا. خلي بالك، ولازم يكون عندك هدف، ما ينفعش تبقى عايش من غير هدف. حط هدف واطمح عادي، وخلي فيه طموح على قدك، ما بقولكش يعني احلم بحاجات مش في ايدك، بس خلي فيه طموح. حب الحياة، فتح عينك على الحاجات الحلوة اللي ممكن تيجي قدامك وانت مش واخد بالك منها، او تضيعها علشان انت لا يعني يا عم بقى خلي اليوم يعدي، لا فتح عينك
عشان في وسط يومك اللي هو عادي جدا، اللي هو يوم رمادي جدا، لا هو ابيض ولا هو اسود، يوم روتيني عادي، ففي حاجات ممكن تيجي قدامنا كده حلوه ما ناخدش بالنا منها. وبعد وقت نيجي نقول يا خساره، ده كان في حاجات كويسه الواحد ضيعها من ايده علشان ما كانش شايف نص الكوبايه المليان، كان شايف ان كل الحياه رمادي. ما تنساش ان محدش فينا بيعرف يعيش لوحده. خليكوا دايما واثقين في ربنا وفي اختياراته. طوعوا الاختيارات، واللي ما تقدرش تستحمله ما تستحملوش، ما تجيش على نفسك. في نفس الوقت ما تجيش على نفسك، بس في حاجات هنستحملها شوية وهتعدي، بس ما تضغطش نفسك زيادة عن اللزوم. تاني هقولك فتح عينك على الحاجات اللي بتيجي قدامك، في أرزاق ربنا بيبعتها لك وانت لازم تاخد بالك منها. صدقوني ممكن ناس تيجي في حياتكم انتوا مش متوقعين وجودهم خالص، او تعرفوهم عن طريق الصدفة، او حتى يعني الأحداث ما بينكم كده تيجي في اليوم وتلاقي الناس دي معادنها طيبة جدا لدرجة انه يتسند عليهم لآخر يوم في عمرك. مش تواكل، ولكن رحمة وتراحم. اوعى تفتكر ان لو حد اعتمد عليك في حاجة انه بيتواكل عليك، هي رحمة وتراحم. يعني انت هتاخد بايدي، فانا نفسي ان انت تاخد بايدي كده واحس ان في دعم معنوي جنبي وانا في ظهرك اول ما تحتاجني. عارفين لكن لو انت فضلت باصص لقدامك، يا عم ده بيتواكل عليك، معتمد ان انا اعمل له مش عارف ايه، معتمد ان انا في مشاكله اقعد اسمعه، معتمد. لو انت بصيت بس من ناحيتك انت وما اديتش فرصه للي قدامك بالمواقف انه يظهر لك قد ايه هو جدع معاك، انت كده مش هتبقى بتطوع حاجه. ده برضو نفس المعنى اللي بتكلم عنه. طوع الظروف وطوع الاشخاص، وزي ما انت بتشوف منه انه مستني منك تصرف معين، ما تفتكرش انه بيتواكل عليك او عايز يتقل عليك او يزن عليك او يدوشك، لكن قول انه لما انا هكون في عونه اكيد المواقف هتظهر لي انه جدع ولا لا. فخلوا المواقف تظهر لنا بعضينا وتبين معدننا لبعض. فاللي يناسبه معدن حد يا اهلا وسهلا، واللي ما يناسبوش معدن حد الحياة قصيرة. فخلينا نكون كده خفاف لطاف ونتحمل بعض في المقدور او المقدور زي ما بيتقال، وما نستتقلش الناس. طوع ظروفك، ارضى باللي عندك طموح، ما عندكش كمل يومك من غير ما تأذي حد. واهم حاجة خلي ثقتك في نفسك وقبلها ثقتك بالله فوق كل شيء. طوع ظروفك وخليك مبسوط باللي عندك كده، ودايما افتخر بنفسك. وانا ربطت بين الحاجتين اللي قلتهم في اول الحلقة علشان اقول المعنى اللي قلته من شوية، وهو انه لو عرفت انك تطوع ظروفك وتطلع منها احلى ما فيها وتكمل، وما تنساش صحبتك الصالحة اللي قلنا عليها في الاول. صحبتك الصالحة دي هتزيد، وفي نفس الوقت هتصبر نفسك على حاجات كتير ملكش يد فيها. تاني هقولك عندك طموح او ما عندكش طموح، اهم حاجة تمشي الحياة وفقا لمبادئك وإنسانيتك، هتمشي الدنيا وهتمشي الحياة لحد ما صحبتنا الصالحة إياها اللي أنا قلت عليها تزيد، ولحد ما يشوفونا. وما تنساش إنك في الدنيا، خلي عندك أمل في بكرة وأمل في ربك الكبير، وحافظ على الصحبة وحافظ على الحاجات اللي بتقربك من أنت الحقيقية والصح. كنت معاكم ندى الشربيني وحلقة جديدة من يوترن. استنونا في حلقة جديدة بإذن الله قريب. السلام عليكم.